في قصة كنت قريتها قبل كده، كانت بتحكي عن 2 عرسان جداد. كانوا متعودين طول الوقت يروحوا معارض من اللي بتعرض أعمال فخار، وكل حتى ما يسافروا دولة جديدة أو يروحوا مكان جديد لازم ياخدوا بعض ويروحوا يشوفوا معرض ويشتروا حاجة تذكارية مصنوعة من الفخار من المكان الجديد أو الدولة اللي هم راحوها. ففي مرة وهم في إحدى الدول قرروا يدخلوا معرض ويتفرجوا. فالبنت أول ما شافت قطعة من الفخار كانت مصنوعة بحرفية شديدة جدا وبإتقان شديد، وقفت قدامها منبهرة، لدرجة وقتها فضلت تنده على جوزها وتقوله تعالى اتفرج، شوف الحتة دي قد ايه حلوة وقد ايه تفاصيلها مدهشة. وساعتها دار حوار تخيلي بين البنت وقطعة الفخار اللي في ايديها. ساعتها قطعة الفخار قالت لها ما تنبهريش بشكل الحالي، انتي لو كنت شفتيني في البداية كان يمكن مجرد ما تلمسيني تروحي تغسلي ايدك او حتى تقولي ان انا وسختلك هدومك، لان انا في الاساس كنت شوية تراب مليش تمن ولا ليا قيمة، لكن اللي عمل مني الشكل الحلو ده هو الفخار اللي صنعني. ساعتها هو خدني من وسط الارض من بين بقية التراب اللي موجود حواليا، وساعتها بدأ يخلطني بالمية، وساعتها كنت حاسس ان انا بموت، عمال اصرخ وبقول له انا بغرق في المية اللي انت حاططني فيها، لكن ساعتها كان بيطمني وبيقول لي ما تخافش انت كويس وبخير. وبعدها خدني وحطني على دولاب الفخاري او الترابيزة اللي بيشكل عليها، وابتدى يصنع بايده فيا. وساعتها كنت حاسس ان الارض بتلف بيا من كترة ما انا عمال الف وهو عمال بيضغط على كل حتة فيا عشان يشكلني. وساعتها كنت بصرخ وبقول له كفاية كفاية، الارض عمالة بتلف بيا، انا دايخ انا خايف، لكن برضو وقتها كان بيطمني وبيقول لي ما تخافش انت في امان. وبعد ما خلص تشكيل فيا قرر انه ياخدني في فرن عالي الحرارة جدا، وساعتها كنت حاسس ان انا بموت، النار كانت بتاكل في كل حتة فيا وكنت بصرخ من شدة الألم، لكن برضو وقتها كان بيبصلي ويطمني ان انا في امان. ولما خرجني قلت بس انا هبتدي ارتاح دلوقتي، لكن لقيته قرر يجيب ألوان ومواد كيميائية ويخلطهم علشان يرسم عليا. وساعتها لما قرب بالألوان مني كانت ريحتها وحشة جدا، كنت حاسس اني هتخنق من ريحتها الصعبة والنفاذة، وكنت عمال بصرخ وبقول له كفاية كفاية، ريحتها مش قادر استحملها، لكن برضه كان بيطمني وبيقول لي ما تخافش انت كويس. وبعد ما خلص الرسم عليا قلت خلاص مبقاش في حاجة تانية هيعملها، لكن لقيته وقتها أخدني ورجعني في النار تاني علشان الألوان تثبت عليا. وساعتها كنت بتألم، وريحة النار وريحة الألوان ممتزجين ببعض، وكنت حاسس إني بتخنق منهم، وكمان النار العالية عمالة بتوجع فيا، لكن برضو كان بيطمني وبيقول لي ما تخافش انت في أمان وهتبقى كويس وأحسن من الأول بكتير. وساعتها لما خرجني من جوه وحطني علشان يعرضني للبيع وجاب لي المراية علشان أشوف نفسي، أنا ذات نفسي استغربتني، شكلي كان حلو جدا لدرجة أنا ما كنتش مصدق هو إزاي التراب اللي أنا كنت عليه في البداية اتحول للشكل الجميل ده. فما تفتكريش إن جمال اللي انت شايفاه دلوقتي هو جمال شخصي أنا أو جمالي أنا، لكن الواقع ده جمال ايدين الفخار اللي شكلت فيا وخلقت مني صورة جديدة حلوة. والقصة دي لما قريتها افتكرت كده سفر أرميا الآية 18 لما ربنا كان قال لأرميا هوذا كالطين بيد الفخاري
أنتم هكذا بيدي. إن إحنا بنبقى في إيد ربنا زي الفخار، قادر إنه يخلق مننا صورة جديدة، وإنه بالتجارب حتى لو إحنا شايفينها صعبة أو شايفينها بتوجع فينا وبتهد فينا، فهي في الأساس بتكون لمصلحتنا وبتكون لخيرنا. إن ربنا بيستخدم كل تجربة بنمر بيها مهما كانت صعوبتها علشان يشكل فينا ويخلق مننا إناء غالي الثمن، إناء قادر إنه يكون مبهر للعيون ومبهر لقلوب كل اللي يتعامل معاها، لو فعلا جمالها ده حقيقي وقادرة فعلا إنها تأسر القلوب. في صلاة الساعة الثالثة لما بنيجي نصلي بنقول كده: وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر، في إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير. يعني باختصار، انت حتى لو شايف نفسك في البداية مثمر وجميل ومدهش، فلا، أوقات بتحتاج إن الزارع أو الشخص اللي مهتم بالزرعة اللي موجودة جواك يبدأ يقلم الأوراق بتاعتك ويشيل منها الورق البايظ، ويبدأ يشوف الحاجة اللي ممكن تكون بتاكل فيك وانت مش واخد بالك منها، علشان تفضل مثمر طول الوقت وتفضل جميل طول الوقت، وبالعكس جمالك كمان يزيد. الذهب في أساسه لما بيطلع من الأرض هو في الأول وفي الآخر ذهب غالي الثمن، ثمنه فيه عنصر نفيس جدا، لكن بيحتاج ان احنا نحطه في النار علشان نبدأ نشيل منه أي شوايب أو أي حاجة موجودة فيه، علشان كمان جماله يوضح أكتر وأكتر وجماله يبان أكتر وأكتر، وعلشان كمان وقتها بنقدر إن احنا نشكله للحاجة الأحسن واللي نقدر نستخدمها من خلاله. افتكر دايما إنك انت طول ما انت في إيد ربنا فانت بتكون زي الشجرة اللي أصولها بتمدد لأسفل علشان تطلع ثمر فوق، زي ما كده الكتاب كان بيقول في أشعياء 37: يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمرا إلى ما فوق. يعني باختصار ربنا بيمد قدورك أكتر وأكتر لما بيزرعك في وسط الألم ووسط التجارب، علشان كمان تتمجد معاه. زي كده ما بولس كان بيقول: إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. يعني باختصار كل تجربة هتمشي فيها مع ربنا هتكون زي قطعة الفخار في إيد الفخاري، هيبتدي من خلال التجربة الصعبة دي يبتدي يشكل فيك ويطلع منك أجمل ما فيك، لأنه بيحبك ولأنه عايز منك الصورة الأفضل والصورة الأجمل والصورة الأحسن. يمكن بنحس إن التجارب أوقات بتبقى صعبة أو بتبقى قاسية أو ممكن نحس فيها إن ربنا سابنا، لكن الواقع إنك لما تعيش في عشرة حقيقية مع ربنا هتلاقي نفسك بتقول زي مزمور 23: رب راعية، واللي حفظناه كلنا من طفولتنا واللي بنصليه كمان في صلاة الساعة الثالثة، إنك هتلاقي نفسك بتقول لربنا: حتى وإن سرت في وادي ظل الموت فلا أخاف شرا لأنك أنت معي. إن باختصار طول ما أنت ماشي معاه حتى لو كانت التجربة قاسية وصعبة وانت شايف إنها مستحيلة وإن التجربة بتهد فيك، هتبقى مطمن، هتبقى عارف إنك مش ماشي فيها لوحدك، هتبقى عارف إن إيد ربنا محوطاك ونعمته مسنداك ومحافظة عليك، وإن رحمته بتتبعك كل أيام حياتك. سيب نفسك لإيد ربنا تشكل فيك من غير ما تخاف. سيب نفسك في إيده وإنت مطمن وعارف إنه محافظ عليك، إنه هو كل اللي يهمه سلامك وكل اللي يهمه جمالك، وإن علشان كمان تبقى شجرتك معروفة من ثمرها. لأن كده بنلاقي في إنجيل معلمنا متى الإصحاح 12 بتقول: لأن من الثمر تعرف الشجرة.
سيب نفسك في ايد ربنا، وانت عارف انه بينقي كل خصن فيك، وانه بيرمم كل كسر فيك علشان تكون اناء غالي الثمن، وانك تكون شجرة مثمرة، وان شجرتك تشهد عن نعمته وعن عمله في حياتك. ما تخافش من تشكيله، ولا تخاف من تأليمه لأوراق شجرتك، لكن خليك عارف انه بينقيك علشان تجيب ثمر اكتر، وانه بيشكل فيك علشان يصنع منك اناء غالي، لانك غالي على قلبه وهو بيحبك. ونتقابل على خير الحلقة الجاية.